عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده الحلقه الخامسه وبتتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي جفاف البشره. هنسال النهارده دكتوره منصوره على شويه اسئله كده وان شاء الله تستفيدوا. عامله ايه يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ اول حاجه عايز اسالك عليها جفاف البشره. اولا ازاي احدد نوع بشرتي؟ بالنسبه لنوع البشره اصلا هي كل بشره تكون معرضه للجفاف. طيب ازاي بقى حتى الدهنيه؟ كله معرض. وانس ان انا لعبت اصلا في البي اتش بتاعتي او لعبت في تنظيم افراز الزيوت نفسها، فممكن اوصل لمرحله ان تكون بشرتي جافه. حلو تمام. طيب بالنسبه بقى عندي لانواع البشره، ازاي نحدد نوع البشره بتاعتي؟ انا عندي 4 انواع من البشره. اول نوع وهي الدراي اللي هي الجافه، وبعد كده عندي الاويلي اللي هي الدهنيه، والكومبايند اللي هي بينهم الاثنين، وبعد كده عندي المختلطه. بعد كده عندي النورمال. النورمال اولهم، ودي طبعا بتبقى قبل البابرتي قبل البلوغ. اوكي تمام. بتبقى عند كل الاطفال، دي بشره نورمال. تمام. كل حاجه عندها بالانس، البي اتش بالانس، الفراز الزيوت نفسه فيه بالانس. تاني حاجه لو انا جيت بصيت على البشره اللي هي الجافه الدراي، البشره الدراي او الجافه ازاي نحددها بالمره؟ دي انا مثلا وانا باخد شاور بتبقى تحت الشاور مستريحه، هي كده مبسوطه، بنزول الميه عليها بتبقى فليكسبل ومستريحه. وانس ان انا خلصت الشاور بتاعي بلاقيها مشدوده معايا، لان خلاص انا بعدت عن المصدر اللي بيغذيها وبعدت عن الميه. دي هي البشره الدراي. تاني حاجه البشره الدهنيه، او تالت حاجه البشره الدهنيه. البشره الدهنيه بنلاقيها كلها بعد ما بصحى من النوم الصبح في زيوت، في الصيف زيوت، في الشتاء زيوت، فانا بحط ايدي كده بطلع زيوت او بتلمع، اللي هي البشره عليها اللي هي بتلمع. الرابع نوع وهي الكومبايند اللي هي بتبقى تي زون، اللي هي المختلطه، بتبقى ما بين الدهنيه وما بين الجافه. تمام. دي بتبقى عندي في التي زون من هنا كده بيبقى ده دهون وهنا في جفاف. وطبعا دي برضو برون للاكني، او هي معرضه للحبوب في الاماكن اللي هي بيظهر فيها الزيوت، او الرؤوس السوداء بتبقى في المكان ده او هنا. وساعات كمان بيساعد معاها الهرمونات في ظهور الحبوب. ده بالنسبه لانواع البشره. طيب حلو جدا. عايزه اسال سؤال، بما ان الحلقه يعني عن اسباب الجفاف، ايه اللي بيخلي فيه طبقه زي قشور موجوده على البشره؟ حلو. انا عندي يا استاذه مها طبقات الجلد نفسها لايرز تحت بعضها. هم 3 لايرز. عندي الابيديرمس، تمام، ودي اول واحده، تمام، والديرمس والهايبوديرمس. اللي يهمني فيهم هي الابيديرمس اللي فوق، اللي هي بيبان عليها طبقه القشور. بالظبط كده. دي بقى اللي انا بعمل لها لو انا عايزه اعمل جلسات الكيميكال بيلينج، التقشير على الجلد بتبقى عليها، الترطيب بيبقى عليها، كل الحاجات جلد الوزه بيظهر عليها، اللي هي دارك سكين بيظهر عليها. طيب انا يهمني ايه في موضوع البشره؟ عندي اسباب ظهور الجفاف او بتسبب لي الجفاف. تمام. اول حاجه في الجفاف، انا لما اروح لمختص بيطلب مني تحليل كالسيوم. ليه؟ علشان بيبقى الحاجات الخارجيه بتاثر برضو على بشرتنا. حلو. احنا عندنا الكالسيوم نقصه في البون، في الاسنان، في الكلام ده كله، عارفين ان هو متواجد فيها. طب ايه علاقته بقى بجفاف البشره؟ علاقة الكالسيوم بجفاف البشرة ان انا عندي السيلز بتاعت البشرة او خلايا البشرة مرصوصة جنب بعضها كده زي الطوب. اوكي. الطوب ده حابس لي الووتر جوه، او بيحافظ لي على وجود المية جوه. مين بقى الاسمنت اللي بين الطوب يا استاذة مها؟ الكالسيوم. الكالسيوم هو ده الاسمنت اللي بين الطوب اللي حافظ لي على المية، ان هو ما يحصلش ووتر لوس ويطلع المية بره. فبالتالي لو واحدة عندها نقص كالسيوم وهي بتعالج الجفاف، بتعالج، بتحط المرطبات ومفيش اي فايدة، لازم نعمل تحليل الكالسيوم ده. تمام. ده بالنسبة لموضوع الكالسيوم. في طبعا حالات كتير في العلاج بتاعها بنوصل معاها ان احنا بندي كالسيوم سبلمنت زائد الامولينت او المرطبات اللي بنديها لها. حلو. تمام. برضو من ضمن الاسباب هي اللو فات دايت. اللو فات دايت. الناس اللي هي بتاكل، اللي هي بتيجي تعمل مثلا رجيم قاسي او بتنزل وزن بدايت قاسي، بتمنع كل الدهون والزيوت، بتلاقي الكوليسترول قل عندها، فبالتالي ده كان في البشره. طبيعي صح. يعني انا مش معناته ان انا عايزه اخس يبقى اوقف كل حاجه. في عندي حاجه اسمها الانساتشوريتد فات او الدهون الغير مشبعه. دي دهون صحيه. تمام. هتكلم عنها طبعا في حلقه العلاج، مهمه جدا ان احنا نهتم بيها. فالناس اللي تخس بسرعه ده معرض طبعا لجفاف البشره. حلو جدا. طيب سؤالي في النص كده، يعني هل البشره الحساسه نوع زي الدهنيه والجافه والمختلطه ولا لا؟ لا، هو كل الانواع ممكن تكون سنسيتيف. انا عندي 4 انواع: اويلي اللي هي الدهنيه، والدراي، والكومبايند اللي هي المختلطه، وعندي النورمال. كلهم ممكن يكونوا سنسيتيف، او واحده فيهم تكون سنسيتيف. يعني السنسيتيف عليهم كلهم. يعني ممكن تبقى دهنيه حساسه، جافه حساسه. بالظبط.
تمام. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى تستفادوا، والمره اللي جايه هنقول كلام مهم جدا. ما تنسوش تتابعونا وتعملوا فولو على كل البيجات بتاعتنا. كل سنه